فنسمع البارحة قاتل أمه واليوم قاتل أباه، فوالله لن نخلي بينهم وبين آبائهم حتى نلزمهم كلمة التقوى ويلزموا ربقة الصالحين في أعناقهم، حتى لا يقتلوا اليوم البارحة ويعودوا إلى الفطرة الصالحة. وإن النيابة العامة وهي بصدد هذه القضية تتوجه برسالة إلى الأبناء. أيها الأبناء، اعلموا أن آباءكم هم جنة الله في أرضه، وأنهم بساط الستر الذي يحفكم ظاهرا وباطنا. واعلموا أن آباءكم لم يضنوا عليكم لا بوقت ولا بمال صغارا، فكونوا خير سند لهم كبارا. واعلموا أنهم كسحابة استظل بها قوم حين من الدهر ثم راحت إذا انقضى الأجل. ولتعلموا وأنتم آباؤكم على قيد الحياة أن هناك من هم غيركم أضنى أفئدتهم حنين الشوق إلى آبائهم، غيب في الثرى أجسادهم وبقي في الحياة ذكرهم، وهم في جنبات البيوت صدى أصواتهم، يرجون لو حتى يسمعون قرع نعالهم عند الباب كأيام الصبا، فلا يستطيعون سبيلا. فاستزيدوا النظر إليهم فلا تدرون متى ستلقونهم ثانية. فوالله قد يأتي عليكم يوم تتمنى لو أن نسمة هواء داعبت وجه أبيك تأتيك منه فلا تجدها، وستأتي عليك مواقف ستتمنى لو كان أبوك إلى جوارك فيها، فلن تجد إلا سراب ذكريات يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد إلا ما قدم وسيوفى حسابه. فاستزيدوا من عذب حنانهم، فإن العطش في وحشة الطريق شديد، فما أنتم وهم إلا كراحل ومرتحل. فأكثروا الزاد فإن السفر طويل، وخففوا الحمل فإن الحساب عسير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. سيد الرئيس الجليل، هيئة المحكمة الموقرة، فإنني إذ أدع الاتهام أمانة بين أيديكم إنما أدعه في أيد أمينة يعرف أصحابها الأمانة وكيف يؤدونها خير أداء. يقدر أصحابها ما دام بني عليه هذا الاتهام من حق، يقدر أصحابها ما أمر به الله وقرره القانون من وجوب القصاص، يقدر أصحابها ما في القصاص من حياة، يقدر أصحابها أن رؤوس الإفساد إذا ما أينعت فحق لها القطاف. أناشدكم الله أن تملأوا أرجاء الوطن بالأمن بعد الخوف الذي استحوذ في قلوبهم من جراء هذا الجرم العظيم والفعل الجسيم. فلا ندع الذئاب ترعى في حمانا وتخطف يد الخسة والغدر أمنا وأبانا، غير أن آباءنا أحق بالأمن، غير أنهم من هول الفعل خائفون، في البيوت حذرون. أناشدكم الله بحكم راضع يطفئ نار الحزن في قلوب المجتمع ويعيد الأمن في نفوسهم لينعموا بالأمان في بلد قال الله فيها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لذلك سيادة الرئيس، فإنه طالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، وهي عقوبة الإعدام حسبما نص عليه القانون وثبت بالأوراق، لتكون جزاء وفاقا على فعله، شاكرا لسعة صدركم سيد الرئيس.